الممثل الشخصي يمشي للمريخ، يمشي هذا نفس التعامل. خطوة مفاجئة ومستفزة، قام المبعوث الأممي للصحراء ستيفان دي ميستورا بزيارة إلى جنوب أفريقيا لإجراء محادثات مع وزيرة الخارجية ديال بريتوريا. سمعوا مزيان في موضوع الصحراء المغربية. هذا السلوك المتهور من دي ميستورا هو تحدي مباشر للمغرب اللي عنده جوج خصوم أساسيين وتقليديين في قضية الوحدة الترابية ديالو، الجزائر وجنوب أفريقيا. بخصوص الجزائر اللي هي السبب المباشر في هذا النزاع، هو بلد جار والبوليزاريو مقيمة فوق الأراضي الجزائرية والدور ديالها واضح ومعروف. ولكن ما هو دور جنوب أفريقيا في هذا الملف؟ لا شيء، خاصة أن المغرب يرفض بتاتا أي دور لهذا البلد قضية الصحراء بالنظر إلى المواقف ديال جنوب أفريقيا المعادية لوحدته الترابية. الحقيقة المؤسفة هي أن هذه الزيارة اللي جات بدعوة من جنوب أفريقيا هي مناورة من المناورات المتجددة ديال بريتوريا ضد المغرب، واللي وقع الفخ ديالها دي ميستورا. فما هي دوافع عداء بريتوريا لوحدتنا الترابية؟ وشنو هي الخبايا ديال هذه الزيارة إلى جنوب أفريقيا؟ هل هو تحدي للمغرب من طرف دي ميستورا؟ وهل هي نهاية مهمة السيد دي ميستورا؟ هذه هي الأسئلة اللي غادي نجاوبوا عليها في هذه الحلقة. معكم الدكتور أبو العرب. اللي باقي ما مشترك في القناة يقوم بالاشتراك، ما تنساوش تفعيل الجرس ومشاركة الفيديو باش تعم الفائدة. جنوب أفريقيا كانت لعقود طويلة تحت نظام الأبارتايد، الحكم العنصري ديال الأقلية البيضاء اللي استوطنات في جنوب أفريقيا منذ بداية القرن السابع عشر. ابتداء من سنة 1990 غتبدا جنوب أفريقيا مرحلة جديدة ديال حكم الأغلبية السوداء في البلد من بعد نضال طويل اللي كان الزعيم نيلسون مانديلا هو القائد ديالو. المغرب حتى هو كان دعم النضال ديال جنوب أفريقيا بالمال والسلاح وتدريب الجنود. وهنا نذكروا بالزيارة التاريخية ديال نيلسون مانديلا إلى المغرب سنة 1962. جزرني واحد السيد ما نعرفوش وهو مانديلا قال لي جيت بغيت نشوف الملك. I visited his country in April 1962. قلت له علاش بغيت تشوف الملك؟ قال لي عندي امور بغيت نطلبها له. قلت له شنو هي؟ قال لي بغيت الفلوس وبغيت السلاح وبغيت اللي يدرب لي الجيش. بالله تاع حسن الثاني الله يرحمه قلتها له. قال لي قل له هادشي كله غادي نعطيوه له. Here is the 5,000 that you want. سلمتها له وقلت له شوف انا ما نطلب منك لا توصيل ولا اي حاجه، كنطلب منك هاد الاموال هادو استعملهم باش تحرر بلادك. الجيش احنا فين بغيتيه يتدرب والسلاح فين بغيتي نصيفطو لك. المهم أن الوصول ديال السود إلى الحكم من بعد هذه النضالات خلى هذه البلاد دخل في عقلية جديدة تماما مدفوعة بهذا التاريخ النضالي ديالها ضد العنصرية. هذا النضال خلى الزعماء السود في جنوب أفريقيا يظنوا بأنهم مكلفون بمهمة مقدسة في العالم، وأنهم شعب مميز ومختار، وأن الزعامة الأفريقية خصها تكون لهم بشكل طبيعي وتلقائي. تخربق عندهم تماما الديستيني مانيفيست ديالهم. وسبحان الله بحالهم بحال الجزائر في هذه العقدة التاريخية. الجزائر اللي حتى هي كانت تحت الاستعمار لمدة تقارب 5 قرون، وملي خدات الاستقلال ولات عندهم قناعة بأنهم قوة ضاربة، وهذا موضوع آخر يمكن نرجعوا ليه في حلقة. الجزائر قوة ضاربة، العالم كله معترف بالجزائر. ولكن الحلم شيء والواقع شيء آخر، بحيث أن جنوب أفريقيا اصطدمت بدول ذات ثقل ووزن كبير في أفريقيا كمصر ونيجيريا، وبالخصوص المغرب اللي خطف لهم الزعامة الأفريقية بحكم عوامل كثيره، منها التاريخ والموقع الجغرافي والنظام السياسي ديالو. وهذا الشيء بان في محطات كثيره، منها قرار العوده ديال المغرب الى الاتحاد الافريقي سنه 2017 اللي عرضته جنوب افريقيا، واللي بحال المغرب ثلثي اصوات الدول الاعضاء في الاتحاد الافريقي. الحمد لله والصلاه والسلام على مولانا رسول الله واله وصحبه. Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé, président du 28e sommet de l'Union africaine. L'Afrique est mon continent et ma maison. جميل أن نعود إلى القارة الإفريقية وأن نعود إلى بيتنا الإفريقي. إفريقيا هي قارتنا وهي بيتنا. أنا عدت إلى بيتي وأجدكم بكل فرح وسعادة، لقد اشتقت إليكم. والانتصار الأخير ديال المغرب ضد جنوب أفريقيا
مرة أخرى في رئاسة مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اللي أيضا ربح المغرب بثلثي أصوات الدول الأعضاء في المجلس. اللي ميز هذا الانتخاب ماشي هو أن المغرب ينجح على رأس مجلس حقوق الإنسان، لأن كان يعني منتظر، والمغرب لما تقدم في 2022 للترشيح ديالو انطلق من هذه القناعات. اللي كان شوية هذا هو ذاك التعبئة اللي كانت من جنوب إفريقيا من الجزائر لمحاربة هذا الترشيح. أولا داخل الاتحاد الإفريقي المغرب كان هو الدولة الأولى اللي قدمت الترشيح، ومع ذلك جات الجزائر جات جنوب إفريقيا وتحداو هذا الموقف ديال الاتحاد الإفريقي وقالوا لا، رغم أن الترشيح المغربي هو اللي كان وفق الضوابط. فواحد اللي كان فيه واحد شوية ديال اش كيقولوا لها يعني الزياغة، بأن حنا واخا المغرب ترشح حنا غنقدروا نوقفوه. فإذا منذ سنة 2004 ملي توضحات قيادات ديال جنوب أفريقيا الصورة الجيوستراتيجية الأفريقية ديال موازين القوى أمام الريادة المغربية، قررت جنوب أفريقيا بالتحالف مع الجزائر العمل على إضعاف المغرب عبر استغلال ملف الصحراء بالاعتراف بالبوليزاريو والمساندة ديالو. وإلا علاش ما تعترفش جنوب أفريقيا بحق القبائل في تقرير المصير ديالهم إلا كان الهم ديالهم حقيقة هو مساندة الشعوب المظلومة؟ سؤال غيبقى بلا جواب بطبيعة الحال. الحصيلة هي أن جنوب أفريقيا ما صورت والو وخسرت كل المعارك ديالها ضد الصحراء المغربية. بالعكس، المغرب نجح في عزل جنوب أفريقيا تماما داخل القارة السمراء وفي كل المحافل اللي تتنافسوا فيها. تبقى البيت القصيد ديالنا هنا هو علاش دي ميستورا مشى لجنوب أفريقيا وهو عارف هذه الحقائق كلها. أول حاجة هي أن دي ميستورا ما تشاورش مع المملكة ومع الدبلوماسية المغربية في هذه الزيارة قبل ما تبرمج، وملي وصلت اخبار الدبلوماسية المغربية عرضتها بقوة. من بعد هذه الزيارة خرج السيد عمر هلال تيذكر دي ميستورا في واحد التصريح قوي أن ملف الصحراء هو بيد مجلس الأمن بصفة حصرية وبين أطراف 4 اللي هي المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليزاريو، وأن الدور ديال دي ميستورا هو فقط تنظيم الموائد المستديرة اللي رافضة الجزائر تحضر لها لسنوات. وبريتوريا والجزائر تيحاولوا إعطاء الاتحاد الأفريقي دور بخصوص هذا الملف. وهنا تنذكروا بلا في واحد الوقت كانوا نجحوا في أنهم يعينوا مبعوث ديال الاتحاد الأفريقي بخصوص ملف الصحراء، واللي كان هو رئيس موزمبيق السابق جواكيم تشيسان، الدولة اللي كانت معادية للوحدة الترابية قبل ما تبنى مواقف أكثر حيادية. هذه المناورات كانت قبل ما يرجع المغرب للاتحاد الأفريقي ويقضي نهائيا على هذه المبادرات السخيفة ويفرض الدور ديالو الريادي داخل الاتحاد الأفريقي، خاصة برئاسة مجلس الأمن والسلم للمرة الثانية على التوالي. هذا المجلس اللي هو أهم هيئة في الاتحاد الأفريقي واللي كانت تترأس الجزائر بدون انقطاع وتتستغل في مهاجمة الصحراء المغربية ودعم البوليزاريو. وهنا تيجي التصريح القوي ديال السيد ناصر بوريطة وزير الخارجية المغربي ردا على هذه الزيارة، وتذكر مرة أخرى بأن جنوب أفريقيا لا وزن لها في هذا الملف. رجعوا السؤال ديالنا، واش هذه الزيارة هي تحدي للمغرب؟ بكل تأكيد أن دي ميستورا لقى راسو محشور في الزاوية. من جهة المغرب تيرفض أي مبادرة خارجة على الإطار اللي يحدده مجلس الأمن واللي هو الوصول إلى حل تفاوضي عبر آلية الموائد المستديرة، ومن جهة أخرى الجزائر اللي تترفض المشاركة في هذه الموائد، والقضية بقات معلقة بلوكاج. الواقع هذه المبادرة هي بمثابة إعلان أن المهمة ديال دي ميستورا متوقفة، وأن حتى شي حل متفاوض عليه لا يلوح في الأفق. المغرب لن يتنازل عن صحرائه اللي تتواجد فيها، والجزائر اللي هي صانعة هذا النزاع لن تتخلى عن هذا الملف لأن محتاجاه كحافز وحائط يحمي البنية ديال النظام العسكري ديالها وتطعم السر ديال الأيديولوجية والمشروعية ديالها. مرة أخرى المجتمع الدولي غادي يلقى راسه أمام إمكانية حل وحيدة وهي الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية. الحل اللي عليه تقريبا شبه إجماع بين القوى العظمى في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، الصين، فرنسا وحتى روسيا إلى حد ما. هذا الحل اللي هو مساند أيضا من حوالي 100 دولة، خاصة بعد التصريح الأخير ديال بوريطة اللي قال فيه دي ميستورا يمشي لجنوب أفريقيا ولا يمشي للمريخ. ما نعطيوش لجنوب إفريقيا أكثر من الحجم اللي عندها. جنوب إفريقيا هذه 20 عام باش خدات واحد الموقف سلبي في 2004. شنو وقع من 2004 للآن؟ 27 دولة سحبات الاعتراف.
رغم التحرك، رغم المواقف، رغم هادشي كاع ديال جنوب افريقيا. نص الاعضاء ديال الصادق اللي هي المجموعه اللي ديال جنوب افريقيا، اللي هي دول ديال جنوب افريقيا، نص فيها سحبات الاعتراف منذ اعتراف جنوب افريقيا، والثلث اليوم عنده قنصليه في الداخله ولا في العيون. هذه جنوب افريقيا. باش من زعما الممثل الشخصي يمشي للمريخ، يمشي هذا نفس التعامل. ما زعما ما كنعطي جنوب افريقيا ما عندهاش الاهليه، ولكن ما عندهاش القدره على انها تاثر. تكون اثرت كانت تاثر من 2004 وكانت تاثر في المحيط ديالها. جنوب افريقيا كانت على الاقل 3 المرات عضو غير دائم في مجلس الامن منذ اعترافها بالكيان الوهمي. اضطرت انها قبلات انها ما تقدر توقف حتى قرار من قرارات مجلس الامن، وكلها قرارات اللي مشات في اطار دعم مبادره الحكم الذاتي، تحديد الاطراف النزاع، وتاكيد الموائد المستديره. تكون جنوب افريقيا عندها القدره كانت تمنع ملي كانت عضو غير دائم. جنوب افريقيا حاولت انها تمنع المغرب يرجع للاتحاد الافريقي وتحركات، وهذا المغرب هذه السنه السادسه ديالو في الاتحاد الافريقي. تكون كانت جنوب افريقيا عندها القدره كون راه قدرات دير هادشي. جنوب افريقيا حاولت وسط الاتحاد الافريقي انها تكون دائما باش المغرب ما يدخلش لمجلس الامن والسلم. المغرب منين رجع هذه 6 سنين، يمكن هذا العام ديالو الخامس في مجلس الامن والسلم للاتحاد الافريقي، بالرغم من معارضه جنوب افريقيا المغرب كيترأسوا هذا الشهر هذا. تكون جنوب افريقيا عندها شي تاثير كره قدرت تاثر وسط الاتحاد الافريقي. هذه اسبوعين كانت في التصويت في مجلس حقوق الانسان مع جنوب افريقيا بالضبط، وكانت النتيجه باينه: 30 صوت للمغرب، 17 لجنوب افريقيا، 10 الاصوات افريقيه للمغرب، 3 لجنوب افريقيا. وبالتالي زعما جنوب افريقيا بكاع داك لاجيتاسيون ديالها وداك البهرجه راه ما كتاثرش في الملف، ما عمرها اثرت فيه وما عمرها غتقدر تاثر فيه. وفي انتظار التفاعلات المقبله في هذا الملف تبقى احتمال واحد واللي غادي ينقذ المهمه ديال دي ميستورا، وهي انه يكون مشى لبريتوريا طلبا للمساعده من اجل انقاذ مهمته، من خلال انه يطلب من جنوب افريقيا الضغط على الجزائر من اجل الجلوس الى طاوله التفاوض مع المغرب كحل وحيد تبناه مجلس الامن لحل هذه القضيه المفتعله. شكرا لكم على متابعه هذه الحلقه، والى اللقاء في فيديو جديد بحول الله.